ازاي في بداية التعارف اعرف ان حد نمط التعلق بتاعه آمن؟ الشخص اللي نمط التعلق بتاعه آمن في بداية التعارف بيبقى عنده القدرة ان هو يتكلم عن نفسه، وفي نفس الوقت مش بيعمل اوفر شيرنج. مش من اول التعارف هيحكي لك قصة حياته وادق التفاصيل واكتر المشاكل خصوصية ويشارك معاك كل حاجة. لا، بيتكلم عن نفسه وبيشارك معاك وبيخليك تتعرف عليه بشوية بشوية بريت معقول، من غير ما يكون غامض وساكت وما بيتكلمش عن نفسه، ولا يكون بيحكي لك همه من يوم ما ولدته أمه من أول تعارف ومن أول لقاء. تاني حاجة، الشخص اللي نمط التعلق بتاعه آمن ما بيبقاش عنده مشكلة في الاختلاف. يعني لو احنا بنتعرف على بعض واكتشفنا ان احنا مختلفين في رأينا في حاجة، ده بالنسبة له مش حاجة تقلقه ولا سبب يخليه يشاور عقله او يغير رأيه. وفي نفس الوقت برضو مش هيحاول ان هو يقنعك ان انتوا رأيكوا زي بعض، ولا هيحاول ان هو يغير من رأيه عشان يبقى شبه رأيك، ولا يقنعك ان انت تغير رأيك علشان يبقى شبه رأيه، ولا يحاول يظبط الكلام علشان يقنعك ان انتوا الاتنين رأيكم قريب من بعض ومش مختلفين ولا حاجة، انت بس مش واخد بالك. الشخص اللي نمط التعلق بتاعه آمن ما عندوش مشكلة ان انتوا تبقوا مختلفين. تالت حاجة، الشخص اللي نمط التعلق بتاعه آمن بيبقى واضح في نيته من الأول. يعني مش هتبقى محتار معاه وقاعد تضرب أخماس في أسداس وتتساءل أو تتساءلي يا ترى هو عايز إيه، يا ترى هو مهتم، يا ترى هو معجب، يا ترى عايز يعرفني أكتر، يا ترى شايفني إزاي. هيبقى واضح وصريح من الأول في نيته إيه وهو عايز إيه. وفي نفس الوقت مش هيبقى فيه بريشر إن الموضوع يمشي بسرعة، ولا هتلاقيه من ناحيته هو الموضوع بيتطور بسرعة تقلق، ولا بيحط عليك بريشر ان من ناحيتك انت كمان الموضوع يتطور بسرعة. لان الشخص اللي نمط التعلق بتاعه آمن ما عندوش ضغط نفسي هو حاطه على نفسه ان هو يرتبط او ان هو يبقى في علاقة، فما عندوش سبب يخليه يستعجل. هو بيدخل العلاقة بهدوء وبثقة لما بيلاقي شخص مناسب، فبالتالي هو بيتعرف على الطرف الآخر علشان يشوف إذا كان الشخص ده مناسب بالنسبة له وهو مناسب ليه ولا لأ. مفيش استعجال ومفيش ضغط. ده شخص العلاقات عنده بتتطور بهدوء وبثقة وبشكل طبيعي، ما فيهوش افتعال ولا فيه ضغط. دي كانت 3 حاجات بتدل على نمط تعلق آمن بيبان من بداية تعرفنا على أي حد.